ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، متابعي قناة عالم الأسعار، يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. عاجل إنا لله وإنا إليه راجعون. وفاة المطرب ضياء عز الدين منذ قليل. اعرف التفاصيل. توفي المطرب ضياء عز الدين منذ قليل، وأعلن أصدقائه في الوسط الفني عن الخبر الذي أحزن محبيه وجماهيره. ويذكر أن الفنان كان من النجوم الشباب في فترة الثمانينيات والتسعينيات، وكان أول أغنية صدرت له في فيلم الرصيف عام 1993. جدير بالذكر أن ضياء عز الدين لا يوجد له رصيد فني كبير، ولكن استطاع أن يلفت الأنظار وقت ظهوره أيضا في مسلسل ليالي الحلمية. وفاة ضياء عز الدين. ظهر ضياء عز الدين في السنوات الأخيرة في عدد من المناسبات والأفراح والحفلات، حيث أنه من نجوم الفن الجميل، وقدم أغنيات راقية، على الرغم من أن رصيده الفني ليس كبيرا، ولكن سيرته العطرة جعلت الجميع يترحم عليه بعد أن تم الإعلان عن وفاته. ومنذ قليل ويذكر أن ضياء عز الدين له فيديوهات نشرها على صفحته الرسمية، وهو يحيي عدد من الحفلات في العديد من الأماكن. صفحة ضياء عز الدين الرسمية. عندما تدخل صفحة ضياء عز الدين ستجد الكثير من الأغنيات الشهيرة لنجوم كبار في مصر، ويقوم بغنائها بصوته المميز، كما أنه كان يلقي الأشعار في العديد من المناسبات، منها حفل معهد الموسيقى العربية عام 2017، حيث أنه أيضا كان بدون الإشعار. مع ضياء عز الدين. كان ضياء عز الدين يعاني من عدم التسليط الإعلامي، ويظهر ذلك في عدد المتابعين البسيط جدا لصفحته على الفيسبوك، على الرغم من صوته المميز ومواهبه المتعددة. وندعو له جميعا بالرحمة والمغفرة. سنة حزينة على المطربين. فقد الوسط الغنائي عدد من نجوم الغناء الشعبي، حيث توفي المطرب الشعبي أحمد عامر بسبب أزمة قلبية، ورحيله كانت مفاجأة وتسبب في حالة حزن. وفي تلك الأثناء رحل عن عالمنا ضياء عز الدين، أحد المطربين الذين ظهروا على الساحة الفنية في أواخر الثمانينيات من خلال الغناء في الأماكن العامة وغيرها. ويذكر أن من الضروري معرفة أن بعد وفاة أحمد عامر أصبحت هناك تكويرات في القطاع الصحي من أجل الحد من الوفيات بسبب الأزمات القلبية والتعرض لنوبات تنهي حياة المصاب. إنا لله وإنا إليه راجعون. وفقد الله ورحم الله الفقيد. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.